السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. عواشر مبروكه وكل عام وانتم بخير. رمضان هو قرب يسالي وداخلين على ايام العيد، ان شاء الله تعيدوا وتعاودوا وتكونوا بصحه وسلامه وانتم وكاع الاحباب ديالكم. اليوم غادي نقدموا لكم واحد الحلوى معروفه عندنا في المغرب طبعا. حلوة الهلال اللي كيدار فيها كاوكاو والزنجلان. كيف كتشوفوا انا حمرتهم شويه فوق البوطه، من بعد طحنتهم، ولكن ما طحنتهمش بزاف، خليتهم شويه يعني بحال مهرمشين. هنايا ضفت كاوكاو والزنجلان، غادي نضيف عليهم سيطرو ديال الزيت، وغادي نضيف عليهم سكر كلاصي. عندي رابعه ديال السكر كلاصي، غادي ندير النص في العجينه والنص غادي نخليه نفند فيه الحلوى ملي غادا طيب. كيف كتشوفوا درت رشه ديال الملح. الدقيق طبعا حسب الخليط. كاينين بعض الناس كيقول لك هاد حسب الخليط ما كنفهموش فيها، انا ما نقدرش نقول لكم مثلا ديروا نص كيلو ديال الدقيق، ولا يقدر يكون عندك الدقيق نوع مختلف على النوع اللي انا درت. يعني يقدر يكون كيشرب، يقدر يكون ما كيشربش، يعني المهم داكشي علاش كنقولوا الدقيق حسب الخليط. يعني كل دقيق ويعني كيفاش كيكون، يعني حتى من بلاد لبلاد كيختلف طبعا. المهم كنذوبوا، نحاولوا نذوبوا هذاك السكر كيف كتشوفوا مع الزيت ومع كاوكاو الزنجلان. عاد فاش غادي نبداو نضيفوا الدقيق تدريجيا. خليكم مع بقيه الفيديو، ان شاء الله غادي نشرح لكم مازال كيفاش الطريقه. المقادير نسيت ما قلتهمش ليكم بالتفصيل. فيها رابعه ديال الزنجلان، رابعه ديال الكاوكاو، نص سيطرو ديال الزيت، رابعه ديال السكر كلاصي، والدقيق حسب الخليط. هنا كيف كتشوفوا بديت كنضيف الدقيق تدريجيا، كنضيف عيني ميزان، يعني كنجمع العجينه وكنشوف واش خدات القوام اللي انا بغيت ولا مازال. المهم حتى كتولي كتجمع، يعني ما كتبقاش تلصق في اليد. صافي من وراها كتشكلوها على شكل غريبه، ولا بغيتوها هلال الطريقه الاصليه ديالها هي على شكل هلال. انا كنت صورت الطريقه ديال كيفاش درت الهلال يعني، ولكن ما عرفتش شنو وقع الفيديو، ما بغاش يخدم، يمكن وقع فيه شي ايرور ولا ما عرفتش. المهم كيف قلت لكم تقدروا تشكلوها بالطريقه اللي بغيتو. صافي وكتدخلوها الفران. طبعا كتراقبوها من التحت، لانه الشكل الفوقي يعني ديالها ما كيعطيكش بالضبط واش طابت ولا لا. كتشوفيها من التحت وردي البال، لانه ملي كتبغي تحركيها كتفرتت دغيا، لان كلها دهنيات تقريبا، يعني كاوكاو مزيت، زنجلان مزيت، فيها سيطرو ديال الزيت. يعني ملي تبغي تحركيها غير بشويه بشويه تشوفيها من التحت، ملي تاخد داك اللون الذهبي، يعني ذهبي شويه، يعني ما يكونش بزاف. صافي كتبان لك انها طابت بهذيك الطريقه. من وراها مباشره يعني كتخليها غير شي 5 دقائق، غير تشد راسها باش ما تفرتتش لك، وكتبداي تفنديها في سكر كلاصي. يعني كتكون دافيه ماشي سخونه ماشي بارده، باش يشد فيها السكر وباش تجي الشكل ديالها زوين. المهم هذا الجزء الوحيد اللي كاين فيه كيفاش درت الهلال، غير شويه يعني ماشي بزاف. المقطع كامل اللي كان فيه الطريقه كامله ما تسجلش، ما عرفتش شنو المشكل اللي وقع فيه. المهم هذه الطريقه اللي قلت لكم. نتمنى انكم تجربوها، كتجي لذيذه وهشيشه وغادي تعجبكم بزاف. الصراحه احنا كبرنا بهاد الحلوى هذه من نهار عقلنا، كتصاوبها لينا الوالده ديالنا في الدار، الله يحفظها والله يحفظ لكم والديكم حتى نتوما، واللي ميت الله يرحمه. المهم كيف قلت لكم ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وخليكم مع تتمه الفيديو.
كيف كتشوفوا هنا انا درت جزء من هاد العجينه درتها على شكل غريبه. تقدروا ديروا الشكل اللي بغيتو، يعني كتبقى اختياريه لكم، يعني الطريقه اللي غتشكلوا بها العجينه. صافي. والطياب ديالها راني شرحت لكم كيفاش. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، تعجبكم الطريقه ديال هاد الحلوه. سهله، ما فيهاش الخدمه بزاف، ومكوناتها تاهما متوفرين، يعني ماشي شي حاجه اللي غاليه. وان شاء الله تجربوها، وعواشر مبروكه، وخليكم مع بقيه الفيديو. هنا كيف كتشوفوا هي تقريبا طابت. كيف قلت لكم دغيا كتهرس، هي هذه تهرسات ملي بغيت نقلبها. صافي ملي كتاخد داك اللون الذهبي كنحيدوها، كتخليوها شويه تبرد، يعني تكون دافيه ما تكونش بارده بزاف. صافي. وكتبداو تفندوها في السكر كلاصي كيف كتشوفوا في الفيديو. وبهذه الطريقه كتكون الحلوه ديالنا وجدات. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ومع السلامه، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد.